سؤالنا النهاردة مهم جدا، وهو تكلم عن رد القاضي أو تكلم عن عدم الصلاحية النسبية. السؤال ده مهم جدا. طيب معناه إيه؟ معناه إن في حاجات ممكن تحصل، والقاضي اللي معروض عليه القضية لو الحاجات دي حصلت بخليه ما ينظرش القضية دي. طيب تمام جدا، هنتكلم عنها طبعا بشيء من التفصيل دلوقتي. أول حاجة، الرد ذات طبيعة خاصة. يعني إيه ذات طبيعة خاصة؟ الرد ده دي خصومة تعتبر قائمة أو قايمة، يعني بين طالب الرد والقاضي. هدفها إن نخلي القاضي اللي بينظر الدعوة دي يتنحى عن النظر فيها. طيب حلو جدا. طيب أنا عايزة أعرف دلوقتي التمييز بين عدم الصلاحية ورد القضاء. تمام؟ طيب أولا الاتنين هدفهم إن القاضي ده ما ينظرش القضية بمعنى أصح. طيب حلو جدا. الفرق ما بينهم بقى هو إيه؟ إن أسباب عدم الصلاحية المطلقة ده هدفها إن أنا أمنع القاضي من إن هو يعني يسمع القضية، يشوف القضية، يبحث القضية، ولو حكم بيتحكم بالبطلان. تمام؟ بطلان القرار ده اللي هو صدر منه. وكمان من حقي ان انا يعني الحكم اللي صدر باطل ده ان انا بطعن فيه. تمام. تمام. بس عدم الصلاحية يعني يقوم بمجرد قيام أسبابه أو وجود أسبابه أو وجود حالاته، سواء الخصوم طلبوا أو ما طلبوش. تمام. طيب ده عدم الصلاحية المطلقة اللي هي حالاتها بالحصر. لو حالات حصلت بالحصر مش على سبيل المثال، خلاص بيتم الحكم بعدم صلاحية القاضي ده. طب أسباب الرد اللي احنا بنتكلم عليها دي بقى، لا، دي هنا القاضي ما بيتنحاش إلا لو طلب أحد الخصوم ده. طب الخصوم ما طلبوش يبقى مفيش مشكلة، بينظر القضية عادي جدا. وهنا الفرق ما بين الاتنين. طيب القواعد المنظمة لرد القضاء. أولا أسباب رد القاضي. أسباب رد القاضي ما جاتش على سبيل الحصر، جات على سبيل المثال. تمام. طيب زي إيه الأمثلة دي؟ أول حاجة، لو كان له أو لزوجته، يعني للقاضي أو لزوجته، دعوة مماثلة للدعوة التي ينظرها، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوة المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوة قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوة المطروحة عليه. يعني إيه؟ يعني لو كان القاضي أو لزوجته دعوة زي الدعوة اللي مرفوعة قدامه دي بالظبط. تمام. طيب ليه هنا القاضي لو طلب احد الخصوم ان هو ما ينظرش الدعوه ما ينظرهاش ليه؟ لان اكيد القاضي مادام له خصومه زي اللي هو عايز يحكم فيها دي، وله هو اصلا نزاع بقى له او لزوجته يعني معروض قدام محكمه تانية، فطبيعي القاضي ده هيبقى عايز يحكم باللي هو شايفه هو او اللي هو عايشه هو، عشان يخلي الحكم اللي هو هيبقى صادر منه سابقة قضائية يقدر يستشهد بيها في النزاع اللي هو يخصه بقى. تمام. بس بشرط عشان يحصل حالة زي دي لازم تكون الوقائع مماثلة، بحيث ان هما الاتنين هيطبق عليهم اسانيد قانونية معينة، يعني تعتبر نفس النزاع بالظبط، مش نفسه هو لا، بس نفسه هو بتفاصيله. تمام. طيب او ان يكون اللي له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم في النزاع المعروض ده، المعروض عليه، بس النزاع ده يكون جه بعد رفع، بعد قيام الدعوة، بس بشرط ما يكونش بقى الخصوم دول قاصدين ان هم يعملوا مشكلة مع القاضي او مراته بعد رفع الدعوة عشان يخلوه يتنحى عن القضاء، يتنحى عن نظر الدعوة دي. تمام. طيب حلو جدا. الحالة التانية اللي ممكن نطبق عليها، لو كان له، إذا كان لمطلقته التي له منها ولد
أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوة أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوة المطروحة على القاضي بقصد رد. يعني إيه؟ يعني لو القاضي ده معروض عليه نزاع، والنزاع ده إيه، نقدر نقول في الخصوم دول على مشكلة، مثلا نقدر نقول للست المطلقة منه، تمام، أو أحد الخصوم على خصومة مع أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، تمام، أو حتى مع مراته، الخصومة تكون مع مراته، تمام، بس بشرط بقى إن يكون الخصومة دي ما اترفعتش بعد رفع الدعوة عشان يخلوا القاضي يتنحى عن القضية. طيب تمام. إيه، ثالثا، إذا كان أحد الخصوم خادما للقاضي أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوة أو بعدها. بمعنى إيه؟ يعني لو كان أحد الخصوم دول معتادين إن القاضي يقعد معاهم أو ياكل معاهم أو ساكن معاهم، إيه طيب ساكن معاهم يعني شرط عيشة مشتركة، ساكنين في شقة واحدة، لكن في شقة منفصلة مفيش مشكلة. طيب أو بياكلوا مع بعض على طول، كده في نوع من المودة والعشرة. طبعا لو كان أحد الخصوم يعني بيتعامل مع كده مع القاضي احنا هنخاف من حكمه، هنخاف ان هو يكون بيحابيله، فطبيعي ان هو لو طلب أحد الخصوم ان هو يتنحى عن نظر القضية فله حق. تمام. طيب رابعا، إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. يعني إيه؟ يعني أنا أحد الخصوم، أنا كقاضي ومعروض عليا نزاع ولقيت أحد الخصوم يا إما بيني وبينه مودة يا إما بيني وبينه عداوة، فالاتنين أكيد الحكم مش هيبقى مظبوط، هيبقى فيه ميل. إيه، لا إما أنا بحبه قوي فهخفف عنه الحكم، يا إما بينه وبينه عداوة شديدة فهنتقم منه، طبيعي بميل إنسان، بميل أي إنسان. تمام. طيب طبعا بأي حال من الأحوال المفروض يكون العداوة ده، أو لو الشخص اللي له أحد الخصوم ده عمل عداوة قاصد بعد رفع الدعوة عشان يخلي القاضي يتنحى، ده لا يعتد بيه. يعني المفروض إن هو أنا كمحكمة بقى بتنظر لطلب الرد، أبقى شايف إن الراجل ده قاصد إن هو يفتعل مشكلة مع القاضي عشان يخليه ما ينظرش مثلا القضية دي، لأن في بعض الأحكام من القضاء مثلا يقولك القاضي ده بيصدر أحكام شديدة، فبيبقى معروف اتجاهه ايه، او مثلا بيبقى عارف هياخد مثلا هيحكم بقد ايه او كده، ففي ناس ممكن تفتعل للقاضي ده مشكلة عشان تخليه ما يحكمش عليها. تمام. طيب إجراءات رد القاضي، أول حاجة تقديم طلب الرد. هنا الرد ده بيحصل بتقرير بيتكتب بقلم الكتاب، تمام، وبيتم إعلان القاضي المطلوب رده، والتقرير ده بيتم توقيعه من طالب الرد أو وكيله. تمام. لازم التقرير ده بيشتمل على أسباب الرد، وبحط مستندات بتأيد أسباب ردي إيه. تمام. طيب تاني حاجة، ميعاد تقديم طلب الرد. لازم أقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع من الدفوع، وإلا سقط الحق فيه. ليه بقى؟ ما هو أنا لما ألاقي مثلا القاضي اللي هيحكم في قضيتي خصمي، أو أنا كنت عاملة معاه مشكلة، فطبيعي إن أنا آه ما دافع، يعني ما اقدمش بقى دفوع وامشي في القضيه عادي، لا ده انا المفروض اطلب طلب الرد على طول، لان لو ما قدمتوش على طول يبقى انا وافقت ان القاضي ده ينظر الدعوه. تمام. ولكن هنا في استثنائين. طيب الاستثناء الاول، لو انا القضيه كان معروض على قاضي ومفيش مشكله خالص، والقاضي ده تعب مثلا فالمحكمه انتدبت قاضي تاني، فانا اول ما شفت القاضي المنتدب ده قلت لا، ده انا بيني وبينه احد الخصوم، فهنا بالرغم ان كان في دفوع قبل كده بس مع القاضي القديم، فالقاضي القديم لأي سبب من الأسباب
تعب، حصل له حاجة، فالمحكمة انتدبت لي قاضي جديد. أول ما أشوف القاضي الجديد ده أقوم طالب الرد. طيب ده لو أنا كنت حاضرة المحكمة وهي بتنتدب لي آه، قاضي جديد. طيب أنا ما كنتش حاضرة في الجلسة دي، أول ما أعرف إن القاضي ده هو اللي هيحكم، المنتدب ده هو اللي هيحكم في القضية، أطلب رده. تمام، ده بيكون في خلال 3 أيام من يوم إعلانه. طيب حلو جدا. تالت حاجة، لا يقبل طلب الرد في 3 حالات. طلب الرد ده ما بيتقبلش في 3 حالات. لو تم طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة طبعا ما ينفعش. لو أنا لو تم تقديم طلب الرد مع حد أنا كنت طلبت رده أصلا، فبرضه في نفس الدعوة طبعا ده ما ينفعش. ما ينفعش إن أنا أطلب طلب الرد وطلب الرد ده تنظره محكمة، اما اروح انا المحكمة بقى اللي بتنظر طلب الرد اقوم رادد القاضي اللي بينظر طلب الرد، طبعا ده ما ينفعش. طيب ميعاد نظر طلب الرد، قلم الكتاب بيحدد جلسة في ميعاد ما يزودش عن 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وقلم الكتاب بيعلن الخصوم بالجلسة الوقت اللي هينظر فيه طلب الرد عشان يبدوا رغبتهم في طلب الرد. تمام، يعني انا بعلن باقي الخصوم بحيث ان انا واحد مثلا هو اللي قدم لي طلب الرد، لا ده انا بعلن الكل بقى كمان عشان مش كل شويه واحد يجي يرد لي قاضي. بقول لهم لو انتوا عندكم مشكله في القضاء اللي هم بينظروا الدعوه تعالوا انتوا كمان عرفونا. تمام. طيب الجهه المختصه بنظر طلب الرد، كل جهه مختصه برد بالنظر رد قضاتها. بمعنى ايه؟ قضاة المحاكم الجزئيه والابتدائيه اللي بينظرها طلب ردهم إحدى دوائر محكمة الاستئناف اللي بتقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية. طيب لو كان مستشارين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، هنا اللي بيختص بنظر طلب ردهم دايرة محكمة الاستئناف أو محكمة النقض على حسب كل حالة فيهم. تمام. طب الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في ميعاده، أول حاجة بوقف سير الخصومة الأصلية إلى أن يصدر حكم نهائي بقى في طلب الرد ده. طيب تمام، بس احيانا الخصوم يقولك انا هرد ده هرد ده هرد ده، هم هدفهم ان هم يعرقلوا سير الدعوة. فعشان كده القانون ادى استثنائين للميعاد. ايه بقى؟ لو كان في حالة استعجال، تمام، او مش هنقدر نقول استثنائين، هو يعتبر حاجة واحدة بس. لو في حالة استعجال او انا كمحكمة شايف ان انا عايزة احكم على طول، فبنتدب قاضي آخر بس عشان يخلص لي الموضوع واحكم في الدعوة الأصلية وخلاص، وسيبنا بقى من موضوع طلب رد ده يبقى ياخد وقته عادي. طيب حلو جدا. طيب لو صدر حكم برفض طلب الرد ده، تمام، ده يعتبر حكم نهائي، وانا كطالب رد او احد الخصوم ما ينفعش نرد احد قضاة الدايرة اللي بتنظر الدعوة الأصلية دي خالص. طيب تمام. موقف القاضي المطلوب رده، ايه موقفه؟ اول حاجة كاتب المحكمة بيقوم يرفع تقرير بطلب الرد لرئيس المحكمة في خلال 24 ساعة، وكاتب المحكمة ده يعني يقوم باطلاع القاضي المطلوب رده، وبيوضح له التقرير ايه، والمفروض هنا القاضي بيرد على التقرير. تمام. طيب المدة اللي التقرير او القاضي هيرد عليها، موقفه مش هيطلع من 3 حاجات. اول حاجة ان القاضي يقول والله فعلا الشخص ده انا على عداوة بيه او ايا كان، او لزوجتي او ايا كان، المهم ان هو بيعترف ان في سبب من اسباب الرد. تاني حاجة ان المدة القانونية اللي المفروض القاضي يمر يعني يرد فيها مردش، وهنا رئيس المحكمة شايف ان في اسباب فعلية للرد فيقوم بتنحي القاضي ده. تمام. تالت حاجة، إذا رد القاضي في المدة القانونية أو حتى لو ما ردش، وهنا رئيس المحكمة شايف إن في سبب لأسباب الرد، فبيعمل دايرة تنظر طلب الرد. تمام. طب الحكم في طلب الرد،
المفروض على كاتب المحكمة إنه يرفع تقرير الرد ده لرئيس المحكمة في خلال 24 ساعة، والرئيس المفروض يجيب القاضي المطلوب رده ويوريله التقرير ويدي صورة منه للنيابة العامة، والقاضي ده المفروض يجيب بالكتابة على وقائع الرد. تمام. لو كانت الأسباب هنا بتصلح قانونا للرد والقاضي ما أجابش عليها، هنا رئيس المحكمة بيصدر أمر بتنحيه، نفس الأحوال اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. طيب حلو جدا. القاضي هنا شايف إن، أو المحكمة رئيس المحكمة شايف إن في أسباب للرد، تمام، لرد القاضي، فبيقوم بتكوين دايرة بتنظر طلب الرد. تمام. هنا الدايرة دي بتقوم بتحقيق طلب الرد ده في غرفة المشورة، وبتحكم فيه طبعا بعد ما بتسمع طالب الرد وبتسمع القاضي وأقوال القاضي ولو فيه ممثل للنيابة العامة. طيب الدايرة دي سمعت الآراء وسمعت وكونت عقيدتها خلاص، لا حالتين: يا إما تقول فعلا طلب الرد ده مظبوط تمام، يا إما تقول مفيش أوجه لطلب الرد، وفي الحالة دي طالب الرد بيدفع التعويضات والمحكمة بتاخد الكفالة وبتاخد التعويض. تمام. السؤال ده مهم جدا جدا ناخد بالنا منه، هو هيجي هو أو المخاصمة أو عدم الصلاحية، لازم السؤال 3 أسئلة دول يجي منهم سؤال. أشوفكم على خير في السؤال اللي بعده.